لو ركزت بدل المغرب اللي تسمعه كل يوم في رمضان بصوت الشيخ محمد رفعت، هتسمع صوت كلاكس عربيات في الخلفية. عارفين الصوت ده جه منين؟ تعالوا اقول لكم. الحكايه بتبدا في حي المغربلين سنه 1882 بطفل فقد بصره فجاه وهو في عمر سنتين، ولاحظ ابوه محمود رفعت مأمور اسم الجماليه انه ابنه صوته حلو وعنده قدره ملفته للحفظ السريع، فوداه لما بقى عنده 5 سنين لكتاب مسجد الشيخ فاضل باشا بسيا زينب عشان يحفظ القران. ولكن الصدمه الاكبر للطفل محمد رفعت كانت في سن 9 سنين لما مات والده فجاه، ولقى نفسه هو في السن الصغير ده المسؤول عن اعاله اسرته. ورغم كل ده فضل مكمل في حفظ القران واصول تجويده، وسن 15 سنة بقى هو القارئ الرسمي لمسجد فاضل باشا، والناس كانت بتجيله من كل مصر عشان يسمعوا صوته وترتيله للقرآن. وزاع صوت الشيخ محمد رفعت جدا لدرجة ان الملك فاروق كان بيطلبه يقرأ القرآن في اي حفلة رسمية في قصر عابدين. الشيخ محمد رفعت ما كانش مجرد قارئ عادي للقرآن، ده كان كمان أيقونة بيجتمع عليها أهل الفن والموسيقى. مثلا الموسيقار محمد عبد الوهاب كان من أعز أصدقائه، وكان بيقول إنه بيتعلم منه المقامات. حتى كوكب الشرق أم كلثوم كانت من أشد المعجبين بخشوعه وتلوينه الصوتي. كان الشيخ محمد رفعت منفتح على كل الثقافات، وكان بيسمع ويذاكر سيمفونيات بيتهوفن وموزارت. كان عنده مكتبة اسطوانات ضخمة لكل الموسيقيين العالميين. وفي 31 مايو سنة 1934 الإذاعة المصرية بتبدأ أول بث في تاريخها، وكان الاختيار الأول هو للشيخ محمد رفعت. بعد الجملة الشهيرة هنا القاهرة، سمع الناس صوت الشيخ وهو بيقرأ أول آيتين من سورة الفتح، وبقى الشيخ محمد رفعت هو أول صوت عربي يخرج من ميكروفون الإذاعة الرسمية. كان بيقرأ مرتين في اليوم. في رمضان كان بيقرأ قبل أذان المغرب على طول يوميا، وبعد كده كان بيقول أذان المغرب بصوته، وبقى صوته هو علامة مسجلة لرمضان في كل بيت. ولكن كان في مشكلة كبيرة، ان الإذاعة المصرية وقتها كانت بتدس هوا بس، مفيش تسجيلات. وهنا بيظهر البطل المجهول زكريا باشا مهران، عضو مجلس الشيوخ واللي كان بيعشق صوت الشيخ، لدرجة انه جاب اغلى اجهزة تسجيل وقتها وقعد قدام الراديو سنين بيسجل كل حرف للشيخ على اسطوانات الشمع. والأذان اللي بنسمعه النهارده زكريا باشا سجله والشيخ بيقدم لايف في مقر الإذاعة القديم، وعشان كده هتلاقوا صوت كلاكس العربيات، صوت الشارع دخل في التسجيل. وبقى ده هو طعم رمضان الحقيقي. وفي عز مجده أصيب الشيخ بورم في حنجرته منع من القراءة، وملوك ورؤساء عرضوا عليه ثروات للعلاج، لكنه رفض وقال قارئ القرآن لا يهان ولا يدان، وقبل بس براتب كان بيجيله من وزارة الأوقاف. ومات الشيخ محمد رفعت في نفس يوم ميلاده 9 مايو 1950، ولكنه ساب كنز وأثر ما بيخلصش.